دوري يحيى جبران، علي تيام، سيكو باغايوكو، اللاعب احمد كرارشي، اللاعب منصور عبد الاله، وبن جمال بارفي، زيوندو وياسين الذهبي. هذا بالنسبه لفريق بلديه وجده. في حين فريق الرجاء البيضاء انس زنيتي، عمر بوطيب، اوال محمد، بانون بدر، اللاعب الكاروشي، احمد جحوح، يوسف القديوان، كبير الوادي، اساموا، محمد باكايكو، احمد بامعمر. اذا دخول الفريقين لارضيه اللعب دائما نشاهد الابداع على مستوى التفوات، لا بالنسبه لفريق بلديه وجده كما بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. شاهدت ايضا بالامس مجموعه من الابداع على المستوى الجماهيري في لقاء المغرب التطواني واتحاد طنجه والمغرب التطواني. اذا هذه كنظن مجموعه من الاشياء اللي كتعطي شماليه للمقابلات. ونشاهدوا دائما لو امكن السي العمري على الجهه اليمنى نشاهدوا صور جميله جدا بالاحمر والاخضر، وهذه الصور اللي بالفعل كتعطي وكتزيد كتغني في هذه المقابله هذه اللي كتجمع فريق الرجاء البيضاوي وبلديه وجده برسم الدوره الثالثه من بطوله القسم الوطني الاول. ما يناهز تقريبا 20,000 الى 25,000 متفرج يتابعون هذه المقابله. كما ذكرت سابقا 25,000 تذكره تم طبعها في هذه المواجهه خصيصا لهذه المقابله، من بينها 5,000 لفريق الرجاء البيضاوي. لكن ما يجب الاشاره اليه اظن انه على مستوى الحضور الجماهيري الجمهور الرجاوي يتعدى هذا الرقم، اي 5,000 مخصصه لحصته في هذه المواجهه. وبالتالي هناك فقط إن بقيت بعض المدرجات الفارغة، فهي كما ذكرت سابقا دائما مدرجات تم تركها لإجراءات أمنية ولتدبير هذه المقابلة من الناحية الأمنية. بالنسبة للحكام، حكام هذه المقابلة عادل زراق، في حين حكم مساعد أول أمين العريسي، والحكم الثاني بوعزة إيكن، والحكم الرابع محمد المريبي من عصبة الشرق. هذا هما بالنسبة لحكام الذين يقودون هذه المقابلة، مقابلة الرجاء البيضاوي. إذن خلية أمنية حضرت مع الجمهور البيضاوي هنا إلى مدينة الدار البيضاء، دائما يشرف عليها ويؤطرها